الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشارك معكم الوصفه ديال سلو او الصفوف المغربي المعروفه بشهر رمضان الكريم بقوام جد صحي. بسم الله على بركه الله. عندي هنا كيلو ديال اللوز ممسوح، حمرته بالفران بالقشره ديالو وهروشته في الماكينه ديال 1 2 3. هرمشته ما طحنتوش بزاف، خليته شويه كيف كتشوفوا. عندي هنا كيلو ديال كاوكاو البلدي الاحمر، حمرته في الفران وقشرته وطحنته حتى هو في الماكينه، خليته حتى هو شويه مهرمش ما طحنتوش بزاف بحال اللوز. عندي كيلو ديال الزنجلان مغسول ومنقي، مغسول ومنشف ومنقي. طحنت كيلو لاروب، هروشته حتى هو ما طحنتوش بزاف، ها هو كيف كتشوفوا. نقص منه زلافه وهو صاين قبل ما نطحنو. عندي ربعه ديال السكر كلاصي، عندي ربعه ديال الإيلان جبتو حمرتو وديتو للعطار طحنو ليا. عندي الربعه ديال الصوجه نفس الشيء، جبتها للدار وحمرتها شويه وطحنتها عنده. عندي 3 المعالق كبار ديال القرفه، عندي 100 غرام ديال النافع البستاني حتى هو غير مصهد ومطحون مزيان، عندي 100 غرام ديال حبه حلاوه، عندي نص كوزه محكوكه غير نص. انا درت فيها حتى زريعه الكتان. كاين اللي غادي يقول لك لا انا ما كنديرهاش، انا شخصيا كنديرها، كيقولوا كتاكسد على 3 ايام وهكا، وزعما ما عمر المذاق ديال السليلو ديالي كيتغير، كيبقى زوين وهو هذاك. انا صحيا كنديرها فيه. رابعه حتى هي صهدتها وصافي وطحنتها. عندي هنا واحد الرابعه ديال اللوز ما سلقتوش. نصيحه لكم البنات على ود اللوز، كتخوي عليه الماء طايب وكتسدي عليه فواحد شوبينه 5 دقائق، كتصفيه من داك الماء وكتعبديه في ميكه ديال اللحم وكتنقي القياس اللي بغيتي شويه بشويه حتى كتساليه. هذيك الطريقه ما كتخليهش يطيب، يدخلوا الطياب بالماء لداخل وكيفوت شحال عاد ينشف. يعني غير داك 5 دقائق وكتقشريه شويه بشويه. انت قشرتيه مسحيه مزيان بواحد الزيف، نشريه واحد شويه ولا سدي عليه الفران سخون يمص ديك الرطوبه اللي فيه، وها وقليه في الزيت. انا قليته بشويه ديال الزيت بغيتو للتزيين. عندي هنا كيلو ديال العسل الحر، وعندي هنا اطلور لاروب ديال الزيت البلديه حلوه. وانا ما كنديرش الطحين ديال الفورس، كندير قوفيه. شنو هي قوفيه؟ هو دقيق الذره المحمر. انا صحيا ما كنديرش الدقيق الابيض، دائما كندير قوفيه. كل باكيه عندي فيها 900 غرام، يعني غادي ندير 2 كيلو قل 200 غرام. ها هو محمر وكيجي في سليلو هو هذاك اللون بحال الدقيق تماما، ولكن هو مصنوع من دقيق الذره. ها هو عندي 2 باكيات، كل باكيه فيها 900 غرام، يعني 2 كيلو قل 200 غرام. الزبده مذوبه واحد نص كيلو، الا احتاجيتها راه غادي نصفيها بالصفايه على سليلو وانا كنجمع فيه. تابعوا معايا الطريقه. بسم الله. هنا كما شفتوا الدقيق ديال الذره خويته هنا، ريحته زوينه، فيه ريحه تحمار، دقيق مقلي. غادي نضيف عليه كاوكاو ها هو، وغادي نضيف الزنجلان، وغادي نضيف اللوز. المكونات كلها غادي نخلطها، وغادي نضيف إيلان حتى هو، وغادي نضيف الصوجه. ها هي زريعه الكتان. غادي نضيف النافع، حبه حلاوه، القرفه، الكوزه. اش بقى ليا دابا؟ الزنجلان حبوب
هو السكر والعسل والزيت والزبده. غادي نخلط هاد المقادير كلها، من بعد ندوز باش نضيف المواد الاخرى اللي بقات. غادي نبدا نخلط كلشي. تبارك الله راه كيخرج كميه وفيره زعما كثيره. غادي نحاول نخلط من التحت للفوق حتى نخلط كلشي، وغادي نقسمو طبعا على جوج لانه هذا الاناء ما غاديش يساعني نخلطو كله فيه. نخلط كلشي وغادي ندوزو في الكسكاس، عفوا في الغربال ديال الكسكسو، ضروري ندوزو فيه باش كنحك هاد الكريات ديال الدقيق. واخا غربلتو وغادي نضيف السكر كلاصي، ها هو واخا حتى هو مغربل، ولكن غادي ندوزو في داك الغربال ديال الكسكسو تفاديا دوك الكويرات اللي كيكونوا فيه. ملي غادي باش يسهل عليا نزيد عليه العسل والليدام ونحكو ديك الساعه الكسكسو غير بيديا. انا غادي نستمر على هذه الطريقه حتى نساجم العناصر كلها مع بعض. قسمت الخليط على جوج كيف ما كتشوفوا، نص في القصعه ونص هنا عندي الاناء. دابا غادي نبداو باضافه الزبده. كنضيف الزبده وانا كنجمع. غادي نستمروا البنات على هذه الطريقه حتى فيها شويه ديال التماره لانه كتبغي تدليك باش نسجم العناصر كلها. وغادي نخلط الاخر بنفس الطريقه باش جمعت هذا، وفي الاخير نجمعهم بجوج. عاد نضيف الزنجلان اللي خليته صايم. انا ساليت خلطته مزيان حتى انسجمت العناصر كلها. دخلوا ليا يطرو لاروب ديال زيت البلديه والرابعه بالحساب ديال الزبده، لانني ذوبت نص كيلو، احتاجيت مازال غير رابعه وكيلو ديال العسل الحر. انا وصلت لهذا القوام اللي بغيت، وما غاديش نديرو دابا في السطل ولا في ميكات زعما ونحتفظ به في الفريغو وقت ما بغيت كنهز الكميه اللي بغيت. لا، غادي نخليه يبات ياك. قبل بعدا غادي نخلط معاه الزنجلان اللي صايم. هو هذا الزنجلان حبو، غادي نخوي فيه كميه نخلطو بحال هكا. غيتخلط مزيان مع سلو هنا. كيبغي الفريك مزيان 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 باش تنسجم العناصر كلها مع بعض وتشرب القوام. من الاحسن يستحسن يبات، لانه كاين اللي كتلقاه شرب ليدام وكاين اللي كتلقاه لا، وكاين اللي كتلقاه داك ليدام ديالو الواحد الا كثر ثاني ماشي الواحد غير يمشي على المقادير مضبوطه ان شاء الله غادي ينجح. هذا هو. دابا غادي نخليه يبات ان شاء الله بحال هكا. غادي نورك عليه ونغطيه بسلوفان غذائي ونخليه حتى الغد ليه. عاد نفركو ثاني بيديا ونشوف واش غادي محتاج مازال الليدام نضيف ليه شويه الزبده ولا ما نحتاجش. ها هو البنات بعد ما بيتو حركته هكا بيديا صافي لقيته بالقوام اللي بغيت، يعني كيتجمع. هو هذاك قديته في التبصيل، ديكوريتو باللوز. صايبت هاد الوريضات هادو باش ديكوريت في الجناب بانه زيد كميه منه. ها هي خلطت معها 2 معالق ديال الزبده دايبه حتى ولا معجن بحال هكا. طبعت بهاد القطعه هادي ودورتهم ليه. والتقديم الفردي درت وريضه نفس الشيء بالقطعه، ديكوريت باللوز مقلي اللي حضرت من قبل اللي وريتكم في المقادير. صافي كتقدموه بالطريقه اللي بغيتو، ولا بغيتو تحتفظوا به راه خلاص كتقسموه لميكات بلاستيك غذائي خاص باللحم، كتحطوا كل على حساب الكميات اللي بغيتو تهزوا كل مره، كتخشيو في المجمد كيبقى مده طويله صالح. ونتمنى طريقتي تعجبكم.
مرحبا بكم. الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، وما تنسونيش من لايكات وردودكم، وصابونيو القناه فضلا ليس امرا طبعا. وشكرا لجميع المتابعين ديالي، سواء اللي كيكتبوا معايا في الردود او اللي ما كيكتبوش. تحياتي لهم جميعا. فاطمه نور.